تعالوا بقى نعمل مع بعض كده كيك. لا محتاج بقى خلاط ولا محتاج اي حاجة خالص، هو كله في الطبق. لو اول مرة تشوفوني انا ده عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا. كان عندي شوية من العنب، طبعا احنا في موسم العنب، وكان عندي نص تفاحة قطعتها مكعبات وشوية زبيب، وده اختياري. بعد كده حطيت عليهم نص باكو بس من الكريم كراميل باودر، وعلبة بقى زبادي، ومعلقتين بذور شيا. بعد كده ابتديت احط عليهم دقيق الشوفان. حطيت حوالي 4 معالق من دقيق الشوفان، لو عاوزينها تكون يعني ماسكه نفسها تزودوه، مثلا نحط كمان معلقتين 3 كمان. لكن انا كنت عاملاها جوسي وجميله قوي، علشان خاطر يبقى فيها صوص منها فيها يعني. قلبتها مع بعض مع النص باكو من البيكنج باودر، معلقه كبيره من السمنه البلدي طبعا علشان الدهون الصحيه بتساعد على الشبع، بتفرق جدا طبعا في الطعم. بعد كده حطيت عليهم البضايه، وكده احنا علينا البروتين قوي. وطبعا رشه الفانيليا حطيناها في الاول خالص، وقلبتها كلها في الطبق زي ما انتم شايفين، يعني مش محتاجه مني اي حاجه. بعد كده ضفت ربع كوبايه من اللبن، بس كده، لان العنب بينزل الميه بتاعته في السوا وهيكرمل معانا. قلبتها كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده جبت القالب ده انا دهنته بس، وبعد كده حطيت فيه الخليط. زي ما قلت لكم، لو عاوزينها تكون مش جوسي، يعني تكون ماسكه نفسها شويه، فنزود دقيق الشوفان مثلا 3 معالق كمان. بس كده خلاص، حطيتها في القالب وهنزلها في الفرن. بتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة نتابعها علشان خاطر نتأكد من سواها. وبعد كده طلعت زي ما انتم شايفين كده، قلبتها تحفة جدا، جوسي قوي وطعمها حلو. لا ضفنا عليها سكر ولا حطينا دقيق ولا حطينا حتى دهون، غير معلقة واحدة بس من السمنة البلدي، ودهنا القالب. فبجد هي تحفة جدا، جربوها هتعجبكم قوي. تنفع بقى ناكلها كده في اي وقت، من ساعات بنحتاج ناكل حاجة مسكرة ومش عايزين نتأنب خالص. برضو مفيدة جدا، البروتين بتاعها عالي، سكرها مظبوط، سكر طبيعي اصلا، مضفناش اي حاجة. مع الشاي بقى بعد الغدا على الفطار. فبجد هي تنفعكم في كل الاوقات، يعني تحفة بجد، جربوها تعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم، وباي باي.